عارفين إن أكل الصراصير مفيد جدا ومفهوش منه أي خطر؟ هقول لكم تصرفات غريبة جدا عن الصراصير وبعدها هقول لكم على فوائد أكل الصرصار. تخيل إن الصرصار لو اتقطع راسه هيفضل عايش كذا يوم، والسبب إن جسمه مش بيعتمد على الدماغ في التنفس، لكن عنده فتحات صغيرة في جسمه بتدخل الهواء. الصراصير مش بتموت بسرعة من الجوع، ممكن يفضل عايش حوالي شهر كامل من غير أكل. كمان الصرصار ما بيحبش النور خالص، عشان كده أول ما تنور اللمبة تلاقيه جري واستخبى بسرعة، مش عشان خايف منك، ده عشان ما بيحبش النور. والأنثى تقدر تحمل أكياس فيها عشرات البيض، ومع مرور الوقت يقدر يتحولوا لجيش كامل. الصراصير في بعض الدول زي تايلاند والصين بياكلوها عادي جدا ومقلية، وبيقولوا إنها مليانة بروتين. فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ الصراصير عايشة في البلاعات والمجاري، وبينقل ميكروبات خطيرة جدا، وممكن يسبب حساسية جلدية أو تنفسية، ولو اتاكل من غير ما يتطبخ كويس قوي ممكن يسبب تسمم غذائي. كمان الصراصير ليها إفرازات كيميائية بتخلي طعمها وريحتها مقززة جدا، وده غير إن جسمها فيه مواد صعبة الهضم بالنسبة للإنسان. الصراصير رغم إنها في ناس بتعتبرها وجبة بروتينية، عندنا هنا أكلة خطر جدا ومليانة مخاطر على الصحة. ما تنسوش تعملوا فولو لايك. أشوفكم الفيديو الجاي.